كنتحداك تقرا في هاد المدرسه اللي غادي نعاود لك في هاد القصه ولو غير نهار واحد كنت عارف شنو كيوقع فيها. ما عمرك ما غادي تحب المدرسه. تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر ووجد راسك حتى هاد القصه حماسيه ومرعبه. يلا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كلشي كليكي جادور وما تنساش تابونا الا كنتي جديد. ليتس جو. هاد القصه كتعاود ليا واحد البنت غترجعنا اللور بزاف. كتقول لي هاد المدرسه هادي اللي كنت كتقرا فيها بالضبط ملي كانت عندها 13 عام كانت كتقرا في واحد المدرسه اللي هي داخليه. كتوصف لينا هاد المدرسه هادي كانت في واحد الجبل، يعني مدرسه كانت في واحد الجبل وبطبيعه الحال هي داخليه. وفي يوم من الايام هاد المدرسه هادي كانوا فيها غير البنات وكانوا الاساتذه بطبيعه الحال. كتقول لي هاد البنت هادي كانوا جالسين واحد شويه كيسمعوا الغوات، كيسمعوا شي واحد كيغوت بالليل، يعني شي وحده من البنات كانت كتغوت وكتقول بعد مني طلق مني. هنا غادي يخرجوا كيجريو غادي يلقاو الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه جالس كيقرا عليها. وماشي غير هادشي، انما ما حدو كيقرا عليها وهي داكشي اللي فيها كيبدا يهضر تيقول باللي خاصكم تخرجوا من هنا ضروري، الا ما خرجتوش من هنايا راه اكيد غادي توقع لكم شي حاجه وحنا ما غاديش نزقلوكم. والاستاذ ديال التربيه الاسلاميه بدا كيقرا عليها القران بزاف ديال المرات، وداكشي اللي فيها بدا كيقول باللي هاد البلاصه اصلا راه ديالنا حنا الاولين قبل ما تكونوا فيها نتوما، ما يمكنش نتوما تجيو وغادي تبغيو تخرجونا منها مع العلم انكم ديجا قتلتوا لنا ولادنا، حيت كيقولوا باللي هما كاينين بزاف. وهاد البنت هادي كتقول وكتوصف لينا باللي كيقولوا ديك المدرسه قبل ما تولي مدرسه كانت في الاصل مقبره، وهي ماشي بزاف يعني باش تبنات اوكي، كانت مقبره يعني ماشي بزاف على البلاصه اللي قراو فيها. مثلا هي رجعتنا قبل ب 13 عام، ما بين انها كانت عندها 13 عام بحال قلتو ملي كانت عندها 10 سنين تبنات ديك المدرسه، يعني ماشي بزاف. كيقولوا باللي البنات ملي كانوا كيمشيو كيدخلوا للطواليط وكانوا تقريبا كيبداو يطراشوا بالماء وكيبداو يدابزوا، ممكن انهم يكونوا قتلوا شي واحد من الجن ديال هادوك اوكي. لكن الحياه غادي تبدل بشكل اللي هو كبير بعد ما غنعاود لكم هادشي اللي جاي. تصنتوا ليا مزيان. الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه غادي يبقى معاه غيبقى معاه حتى لواحد شويه ما غتبقى فيها حتى شي حاجه، ربما ان داكشي اللي فيها خرج ولا شي حاجه بحال هكا. غادي نقول لكم باللي كلشي غادي يطرعب وكلشي غادي يتخلع في ديك الليله. البنات باقيين صغار ما عارفين والو، غادي يتخلعوا بشكل اللي هو كبير، والناس ولا الاساتذه غادي يتخلعوا على ريوسهم وعلى البنات اللي كاينين تما. مش غادي نحبسوه هنايا، لا بطبيعه الحال لا غد ليه غادي يوقع نفس المشكل، وغادا وحده اخرى عاوتاني من البنات غتحاول انها تسخف، يعني غادا تسخف وغادي يوقع عليها نفس السيناريو. غادا تسخف كذلك الاساتذه غادي يبداو يقراو عليها وغادي يوقعوا شي امورات اللي هي في شكل غريبه بزاف. كتقول لنا هاد البنت هادي بلي تقريبا كل الاربع وكل خميس كان كيوقع نفس السيناريو، يعني كل الاربع وخميس كانوا كيطايفوا كانوا تقريبا كيسكنوهم جن، يعني كاع البنات اللي كاينين تما كيتعرضوا للمس. كتقول لي باللي كانت واحد النهار واحد البنت فيهم دخل لها الجن العاشق. بعد ما دخل لها الجن العاشق فهنايا اي حاجه وقعت لها، يعني مثلا الا قلقها شي واحد ولا شي حاجه والا كينتقم منه. الى درجه واحد النهار كانت تناقشات مع واحد البنت، بعد ما تناقشات معاه ما كاملاش نص ساعه ديك البنت غطيح من الطروج وغادي تتهرس بطبيعه الحال. هذا الشيء كيخلع بزاف. عاوتاني في يوم من الايام كتعاود لينا باللي كانت واحد السيده عندهم تما، ربما استاذه هي اللي كانت مقابلهم، حتى هي كذلك غادا تتعرض للمس. ملي غادا تتعرض للمس كتقول لنا باللي كانت كتبعهم بالحجر وكتجري عليهم، وهما كانوا يعني فرحانين. البنات ما عارفين والو ديك الساعه، كيسحب لهم باللي راه غير كانت كتلعب معهم، انما لا ملي كيشوفوا الاستاذ ديال التربيه الاسلاميه كيتدخل كيعرفوا باللي راه القضيه راه حامضه 100%. لكن هنايا فين غادي ينطفح الكيل كيف ما كنقولوا. واحد ليله من الليالي كتقول لي بلي غادي يتجمعوا هما 8 ديال البنات وكاع الاقسام تقريبا مسدودين اوكي. كانت في العشيه غادي يمشيو غادي يريحوا في واحد القاعه كانت الفوق تقريبا. بعد ما غادي يمشيو غادي يبغيو يريحوا تما، غادي يبغيو يحفظوا. كتقول لي باللي واحد شويه كانت باغا تسد شي باب، ربما كانوا باغيين يسدوا شي باب، داك الباب ما بغاش يتسد. قالوا صافي ماشي مشكل غادي نريحوا غادي يبغيو يسدوا السراجم، يعني السراجم غادي يبغيو يسدوهم. كتقول هاد البنت هادي باللي حتى شي وحده من البنات ما بغات تسدهم، لذلك غتقول لهم انا اللي غادي نوض غادي نسدهم. غتمشي يلا غتبغي تخرج باش غادا تسد السراجم، فمباشره هنا غادا تشوف واحد المنظر اللي غادي يبدل لها الحياه ديالها. قالت لك كيبان لها واحد الراجل اللي هو طويل بزاف ولابس كلشي ابيض وما عندوش الملامح في الوجه ديالو، لا ربما انه كان بعيد داكشي باش الملامح ما باينينش. هذاك الراجل غادا تشوفو. هاد البنت غتغوت ربي اللي خلقها، حتى غادي يجيو عندها 5 ديال البنات، يعني هما غيوليو 6 وغادي يبقاو 2 في الاقصى. غادي يجيو
كتقول لي باللي الضو ديال الساحه كان كيشعل وكيطفى، ولكن الضو ديال الاقسام كان مطفي. هنا غادي يحاولوا انهم يهبطوا كاملين، غيحاولوا انهم يهبطوا بسته بهم وجوج غادي يبقاو في القسم، غادي يهبطوا غادي يبقاو يمشيو ويدوروا بقاع بقاع وغادي يبقاو يغوتوا وغادي يديروا المستحيل باش يفيقوا الاساتذه، لكن كتقول لك بدون جدوى. غادي يجربوا القاعات، غادي من هنا لهنا لهنا، والو حتى شي حاجه ما وقعت. غادي يقولوا حاجه وحده، انهم يرجعوا عند دوك جوج البنات اللي كانوا باقيين الفوق. اين فوا غادي يرجعوا عند دوك جوج البنات، نسيت ما قلت لكم باللي وحده فيهم، يعني وحده في دوك البنات غادا تسخف. اين فوا غادا تسخف يعني غادي يديوها، غادي يرجعوا للقاعه يعني الاولانيه اللي فيها دوك جوج البنات. اين فوا غادي يريحوا تما واحد شويه، يعني غادي يطفيو الضوء وغادي يبقاو مريحين في واحد القنت وهما مخلوعين وبقاو كيغوتوا حتى عياو وغادي يسكتوا، يعني حتى شي واحد ما سمعهم. واحد شويه غادي تضرب الفيقه هذيك اللي غيبات، غادي تضرب الفيقه غتقول لهم شعلوا الضوء. اين فوا غادي نشعلوا الضوء غادي تبدا تضحك بزاف، تيقولوا لها مالك ياك لاباس، واش حنا مخلوعين وانت كتضحكي؟ باش غادي تجاوبوا؟ غتقول لهم راه قلت لكم خرجوا من هنايا قبل ما توقع لكم شي حاجه. هنا غادي يتخلعوا بشكل اللي هو كبير، وغادي نعرفوا باللي ديك البنت تعرضت للمس حتى هي كذلك. لذلك الخوت غادي يحاولوا انهم يبداو يقراوا القران بزاف، كتقول لي الى درجه ان ديك المراحل الا بغاو يدخلوا لهم والا كيقولوا الدعاء ولاو كيقراوا القران، الصلاه، كلشي لابس طويل، كلشي لابس زين باش يحميوا راسهم. قال لك اصلا هما ديك البلاصه كانوا هما ديجا هما دايرين هكاك، ولكن مني ساقوا الخبر على هذا الشيء كثروا من داك الشيء بزاف بشكل اللي هو كبير. غادي يبقاو على ديك الحاله. ملي وقعت اخر ليله وقع فيها هذا البلان هذا، لغط ليه مباشره. كتقول لي هاد البنت غتعيط على الاب ديالها وغادي يجي يديها، الى درجه قالت لي ملي كانت كتوقع شي حاجه كانوا كيمشيو بالحفا ما كيهزوش الصنادل ديالهم والو. الاب ديالها غادي يديها والحوايج ديالها قالت لك بقاو تما. والى يومنا هذا كتسول على ديك البلاصه، اي جيل جا قرا فيها نفس السيناريو كيوقع كل الاربع وخميس، والا كتسخف وحده اوكي من البنات وكتعرض للمس الى اخره. والغريب في الامر كتقول لك باللي مثلا الا شي وحده تعرضت للمس، ملي كتمشي للدار ديالهم كتشوف والديها وكتريح معاهم والو، كتكون بخير ما كيوقع والو. اين فوا كترجع لديك المدرسه السيده كتوقع فيها جنون كبير. هادشي اللي كاين الخوت، وبارطاجيت معنا هاد القصه. ولكن عندي لكم واحد السؤال، من وجهه النظر ديالك انت كنت تعرضات عليك هاد المدرسه، واش كان ممكن انك تقرا فيها ولا لا؟ كلشي جاوبني في كومونتيرات. وغادي نذكركم اي واحد فيكم عنده قصه دوزوا لي البريفي، راه كندوز قصص ديال الناس بطبيعه الحال. هاد القصص كاملين اللي كتسمعوا هما حقيقيين واقعيين. كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه وتهلاو لي في ريوسكم. باي باي.